هنا جدا حلو. احنا حاليا بالشهر الثالث، يعني نهاية موسم السياحة في مدينة كيب تاون، ينتهي شهر الثالث شهر الرابع تقريبا وتبدي تبرد. بس يعني حتى بالصيف مثلا هسه احنا بشهر الثالث هنا دائما اكو شوية رياح قوية. هذا المكان اول ما توصلون البحيرة لازم تدخلوا بمطاعم كلش هواي واشياء حلوة. No thanks. Oh, so you like it? No, I'm joking. No problem. Thank you. Thank you. هذا المكان يبيع أكل عربي، بقلاوة، شاورما، حتى دولمة عندهم. خلينا نشوفكم الدولمة هنا. يعني شوف الدولمة شقد مشهورة، وصلت إلى جنوب أفريقيا. طبعا هذا المكان تدخله حتى لو كنت ماكل هواية راح تجوع تلقائيا، لأن الريحة فيه والأكل فيه كله شهي، فشي رهيب جدا. طبعا اشتريت هذا الكوكتيل مال موز جدا طيب، وهنا الشباب متونسين ومونسين العالم وياهم. طبعا الموسيقى شيء من اجمل الاشياء اللي اعرفها، هي لغة عالمية يفتهم كل البشر شنو ما كانت لغتهم، شنو ما كان اصلهم، شنو ما كان عرفهم. مثل ما تشوفون هناك شلون الناس متونسين، حتى اذا كانوا ما يفهمون ايش دا يحكي، ولكن مستمتعين بالموسيقى وبالاجواء اللي يخلقوها هذول الناس اللي دا يعزفون. الحلو بهذا الشخص انه يريد يبيع بس ما يجبرك، مو مثل اماكن ثانيه يتشلب يعني يظل يلح عليك الى ان تشتري. بس هذا يجي يعرض الشغله بطريقه حلوه ويغني، واذا ما حبيت تشتري عادي يعني يبتسم لك، مو ضروري يضوج مثل باقي الاماكن. طبعا بهواي اماكن بافريقيا، جنوب افريقيا كيب تاون تلاقون اللي شفناهم هسه اللي يأسفون بالشوارع. هذا الشيء حلو، خاصة السواح يجذب الناس أكثر. هذا المول اللي بهاي المنطقة جدا كبير جدا ضخم، بهواي ماركات وهواي مطاعم. اللي يحب اللي يكون بهالمكان وجاي له يدخل له، بس همينه أغلب الأشياء يعني تكون أغلى من ما تشتريها برا. حاليا احنا متجهين الى مكان اسمه بوكاب، جدا مشهور في مدينة كيب تاون وجدا سياحي. تقريبا وصلنا لهذه البيوت اللي تتميز بألوانها الجميلة، وحسب ما قرأت انه هذا المكان بيه ايضا جوامع كثير، يعني سكن كثير من المسلمين. المكان هذا جدا حلو، مثل ما تشوفون كل البيوت الوانها مميزة، ولهذا تجذب هواي من السواح، وحتى اصحاب البيوت ما يقدرون على مزاجهم او بكيفهم يغيرون انوان البيوت. وهذا هنا ايضا جامع في منطقة بوكاب. اي واحد يجي مدينة كيب تاون لازم يزور هذا الشارع. انا شخصيا ما انه صار هواية عايش باوروبا، فيذكرني هواية يمكن الاجواء شوية العربية، يعني الشوارع والبيوت والدخلات اللي بيه. ايضا اكو هواية دكاكين تذكرني بالعراق، مثل هذا اللي هنا اسمه فاطمة.